الرعاية المركزة بمستشفى سمرة التخصصي مجهزة بأحدث الأجهزة التكنولوجية لخدمة مرضى الرعاية المركزة. بنوفر للمريض الأجهزة وكافة الخدمات واحتياجاته كمريض حالة حرجة داخل وحدة الرعاية المركزة، بحيث إن إحنا ما نحتاجش أي خدمات أو طلبات من بره، ودايما تفضل كل خدماته متوفرة من خلال المستشفى. وحدة الأطفال المبتسمين بمستشفى سمرة التخصصي بمدينة نصر مجهزة بأحدث وسائل العلاج للأطفال المبتسمين، تشمل العلاج الأكسجين، أجهزة التنفس الصناعي والسباب، وعلاج ارتفاع الصفرة لدى الأطفال حديثي الولادة بما فيها جهاز كبسولة علاج الصفرة. وحدة الأطفال المبتسمين من مستشفى مدينة نصر مستشفى سمرة التخصصي بتضم نخبة من الأطباء الأخصائيين والاستشاريين المشرفين على الأطفال طوال فترة تواجدهم بالمستشفى. مستشفى سمرة التخصصي مستشفى متميزة بكوكبة لامعة من جميع استشاريين مصر وجميع التخصصات الطبية. مستشفى بتقدم لنا الرعاية الكاملة في كل التخصصات الطبية، بتقدم لنا الرعايات المركزة من رعاية القلب المركزة ورعاية الجراحات المركزة، بتقدم لنا العمليات في جميع التخصصات، بتقدم لنا حضانات 24 ساعة متوفرة، بتقدم لنا طوارئ خدمة 24 ساعة في جميع التخصصات، بتقدم لنا خدمة فندقية متميزة للإقامة، بتقدم لنا كل حاجة ممكن نقدر نقدمها للمريض عشان نوفر له رعاية كاملة متميزة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. احنا في مستشفى سمرة التخصصي هدفنا اننا نكون الوجهة الامثل لكل مريض في مجال الرعاية الصحية. الحقيقة اني فخور اني اكون على رأس فريق طبي على اعلى مستوى من الكفاءة ومن الطموح تم اختياره بعناية لتحقيق رؤية وهدف المستشفى. المستشفى تحتوي على غرفة طوارئ مجهزة بأحدث التجهيزات، ويمكننا استقبال حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن كل الفريق الطبي لمستشفى سمرة التخصصي نتعهد دايما ان احنا نكون على اطلاع دائم على آخر الأبحاث العلمية والأوراق البحثية المعتمدة عشان نحقق رؤية المستشفى ونضمن أفضل كفاءة وأفضل ممارسة سريرية وأفضل ممارسة طبية لمرضانا. في مستشفى سمرة التخصصي بنوفر جميع فحوصات الأشعة بأحدث التقنيات للمرضى. احنا في مستشفى سمرة على أتم استعداد لاستقبال جميع الحالات، والحالات دي بيتم استقبالها عن طريق كوادر بشرية مدربة لاستقبال الحالات ومدربة للتعامل النفسي مع الحالات وأهلية الحالات والسرعة المطلوبة لاستقبال الحالة وتوجيهها لفروع المستشفى المختلفة سواء عمليات أو رعاية أو داخلي أو طوارئ. واحنا بإذن الله نتمنى إن شاء الله إن احنا نقدم خدمة طبية لائقة تنول رضاكم إن شاء الله. أنا الدكتور أحمد إبراهيم مدير عام مستشفى سمرة التخصصي. أحب أرحب بحضراتكم وأقول لكم بشكل بسيط إيه هي مستشفى سمرة وإيه الهدف منها وليه إحنا أصلا عملنا مستشفى زي دي. أول حاجة لازم نبين رؤيتنا إيه للمستشفى دي، وده الدور اللي أنا المفروض أقوم بيه كمدير للمستشفى. أهم حاجة بالنسبة لي هو إن يكون عندي رؤية ومهمة أو فيجن وميشن. الفيجن هو رؤيتي ايه للمستقبل بخصوص المستشفى دي او المستشفى دي عايزه تعمل ايه. اما الميشن المهمه اللي احنا عن طريقها هنوصل لرؤيتنا اللي احنا عايزين ننفذها. اول حاجه مستشفى سمرة هي مستشفى صغيره الحجم ولكن كبيره الامكانيات. هدفنا منها ان احنا نقدم رعايه صحيه لكل مرضانا بشكل متميز جدا جدا وبتكلفه معقوله علشان نوصل ان احنا يبقى ما بنعانيش او المرضى بتوعنا مش بيعانوا المعاناة اللي بنشوفها في المستشفيات اللي بره سواء كانت حكومية أو سواء كانت خاصة. لأن كتير مننا بنروح المستشفيات الخاصة وبرضه ما بنطلع مش واخدين الرعاية الصحية الممتازة اللي احنا أصلا كنا بنرجوها من زيارتنا للمستشفى دي. وعشان كده رؤيتنا هو إن احنا in English كده to keep healthier together، يعني بمعنى أصح إن احنا نفضل أصحاء مع بعض. طيب الفيجن دي عشان تتنفذ لازم لها ميشن. الميشن دي قايمة على أدوار معينة أو خطوات معينة لازم نمشيها كلنا علشان نوصل لرؤيتنا اللي احنا عايزينها.
كان هدفنا الرئيسي ان احنا نجمع كل ما احنا شفناه عيوب في المستشفيات بره بصفتنا اطباء ونعالجها في المستشفى بتاعتنا، حتى لو كانت على الحجم الصغير اللي احنا فيه. هي احنا حجمنا مش صغير قوي، احنا 40 سرير، انما في نفس الوقت بالنسبه للمستشفيات الضخمه الموجوده احنا حجمنا صغير. طيب ايه المشاكل اللي كنا بنشوفها وايه اللي احنا حليناها؟ اول حاجه مشاكل الاستاف في اي مستشفى، حضرتك بتبقى داخل مش عارف مين جوه، مش عارف ده كويس ولا مش عارف ده صح، وده حلو ولا ده وحش، ده بيقدر يشخص صح، خبرته ايه مش خبرته ايه، حضرتك ما تعرفش اي حاجه من الحاجات دي. وعشان كده عالجناها هنا، ان احنا الاستاف بتاعنا كله حددناه ان هو لازم يكون ماسترايزد، على اقل واحد في المستشفى لازم يكون ماسترايزد يعني حاصل على درجه الماجستير في احد التخصصات الطبيه، وده يعني اخصائي بمعنى اصح، وده اللي بيدي لحضرتك وليا الجارانتي ان انا المعلومه الطبيه اللي هتطلع هي معلومه موثقه اوريدي. دي كان اول حاجه. تاني حاجه ان احنا راعينا كل مشاكل الانفكشن كنترول ومشاكل الجوده جوه انشاء المستشفى دي، فهتلاقينا الفنتيليشن معمول له انفكشن كنترول، سواء من التكييفات او الطرد، سواء الارضيات، سواء الحوائط، سواء اي حاجه انفراستراكشر اتعملت هي ويز اللوز اوف انفكشن كنترول. تالت حاجه الاستاف التمريض، وهو الاستاف المكمل لشغل الاطباء. استاف التمريض عندنا احنا اخترنا وقعدنا حوالي 3 شهور بنختار ما بين ستاف نيرسينج يكون على اعلى درجه من الكفاءه بلس الخبره، فجبنا استاف كبير سنا وكبير خبره بلس انه يقدر يدينا خبرته للاجيال اللي بعد كده او الاجيال اللي لسه خريجين جداد، بحيث ان احنا نقدر نعمل مينتنس من النيرسينج على مدار وقت طويل. اخر حاجه قلناها ان احنا جينا في تجهيزات المستشفى دي اخترنا ان احنا نجهز المستشفى دي باحدث الاجهزه ايا كانت نوع تكلفتها. فعندنا مثلا كمثال للمثال وليس الحصر، يعني عندنا مثلا الرعايه المركزه عندنا 8 سراير، 8 سراير على كل سرير جبنا له جهاز تنفس صناعي، مع ان ده مش موجود في مستشفيات كتير، اغلبها كمان 90% مش بيبقى عدد الاسره يساوي عدد اجهزه التنفس الصناعي، وده مثال وليس للحصر. قيس على كده كل المستشفى في تجهيزاتها الطبيه والاجهزه الطبيه اللي تم شرائها لهذه المستشفى. وصلنا للميشن، عرفنا الميشن هنمشي فيها ازاي عشان نوصل للفيجن. طب ازاي اقدر اعمل امبلمنتيشن او ازاي اقدر احدد ده بده؟ هنقدر نحدد ده بطريقتين، اول حاجه عن طريقنا، تاني حاجه عن طريق حضراتكم. اول حاجه عن طريقنا ان احنا دايما عندنا اوديت، دايما تفتيش، دايما مراقبين كل كلمه في جوده تقديم الرعايه الصحيه على مدار اليوم في المستشفى، سواء من اول التوب مانجمنت او المدير العام لحد اصغر واحد، كله تحت المراقبه الكامله. ليه؟ عشان نتاكد ونبقى مضمنين 100% تقديم الرعايه الصحيه الممتازه لحضراتكم. ده بالنسبه لدورنا احنا. طب بالنسبه لدور حضراتكم، دور حضراتكم انكم تساعدونا، احنا مش عايزين من حضراتكم ان انتم تمدحونا، احنا كل اللي محتاجينه منكم ان انتم تنتقدونا. يعني قولوا لنا لما تيجوا المستشفى، قولوا لنا ايه النقد اللي انتم شفتوه، ايه الحاجه الوحشه اللي انتم شفتوها ونفسها ما تبقاش موجوده، هي دي اللي هتفيدنا اكتر في تقديم رعايه صحيه ممتازه، ونقدر نطور من المستشفى دي، لان هدفنا مش المستشفى دي انها تفضل كده، احنا هدفنا ان يبقى عندنا فرع واثنين في 3 في كذا محافظه في مصر. اتمنى ان انا ما كنتش طولت على حضراتكم وشرحت لكم الرؤيه والمهمه اللي احنا داخلين عليها، وكون وصلتها بشكل ممتاز. شكرا لكم.